الاهلي يخسر من الترجي 1-0. نتيجه ايجابيه طبعا عشان في ماتش عوده في القاهره، وان شاء الله الاهلي يقدر يعدي. يستروب عليه علامه استفهام في كل حاجه من بدايه الماتش حتى في التبديلات. مش فاهم هو ازاي لسه ما يعرفش امكانيات لعيبته كده. الاهلي لعب شوط اول كبير قوي، في مساحات كتير قوي عند الترجي اللعيبه ما عرفتش تستغلها. ديانج عمل شوط اول كارثي، وشوبير شال جونين محققين للترجي. الحكم ضعيف قوي، ما يعرفش حاجه عن التحكيم، غلطات كتيره قوي مؤثره منه للفرقتين. كنت اتمنى ان المدرب يخرج هاني اول ما خد الانذار، عشان كان ممكن ياخد طرد في ظل ضعف الحكم ده. بس شوط كويس قوي من الاهلي، عدد من خطوط الترجي ما شفناهمش الشوط الاول كله. الترجي ما بتلعبش الا كره طويله طول الشوط الاول، وغريب انها بتعدي. الكلام ده كله كان عن الشوط الاولاني. والشوط الثاني بدا وفي كره غريبه قوي الدقيقه 57 كوكا فوتها لعيبه الترجي، كره غريبه قوي منه، بس شوبير شالها حلو قوي. الدقيقه 64 كان في فرصه خطيره قوي لامام من عرضيه لزيزو، وفي نفس الكره دي الحكم رجع للفار في الدقيقه 70 حسب ضربه جزاء للترجي فيها شك على محمد هاني. من الشوط الاول وانا كنت شايف ان هو المفروض يتغير، ولو ضربه الجزاء دي كانت صح 100% كان ممكن ياخد الانذار الثاني. تروب اتاخر قوي في التبديلات، وديانج وهاني ما كانش ينفع يتصبر عليهم المده دي كلها. في فرق امكانيات كبير قوي في الماتش واضح لصالح الاهلي. الصراحه موسيماني كان بيعرف يتصرف في الحاجات دي، يعني لعيب عنده كان اول ما بياخد انذار كان بيخرجه على طول، وكان بيعرف يلعب على التفاصيل الصغيره. المدرب ده ما يعرفش عنها حاجه الصراحه. ان شاء الله لعيبه الاهلي تقدر تفرح الجمهور، ولو ده حصل هتمحي كل اللي عملوه طول الموسم، ولازم اللعيبه نشوف منهم الجزه في ماتش العوده زي ما الاهلي معودنا على طول. هارد لك لجمهور الاهلي، وحاسس ان اللعيبه دي هتفرحهم الصراحه.